في حاجة من لما اكتشفت إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيكره إن هو يعملها، وأنا بحاول ألتزم جدا إن أنا ما أعملهاش. ممكن تظبط يوم يومين بس للأسف مش مكمل عليها. وهي فكرة إن الرسول كان بيكره السهر بعد صلاة العشاء إلا لو في حاجة مهمة. وانتبهت برضو إن في القرآن مكتوب وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الموضوع خلينا نوقف شوية وافتكر اللي إحنا درسناه. إحنا خدنا إن المفروض الإنسان ينام من 6 ل 8 ساعات علشان يصحى فايق ومركز. طب هتفرق في إيه أنامهم دلوقتي، أنامهم بالليل، أنامهم في أي وقت؟ وده خلينا ندور ورا الموضوع شويه. انتبهت الفكره، خليني اقول لك مثال. وهي مثلا لو انا جبت موبايل جديد او عربيه او اي حاجه، وحاولت احمل على الموبايل ده ابلكيشن بينزل على اللابتوب بس، هتقول لي ما ينفعش، المبرمج اللي عمل الموبايل برمجه بطريقه معينه ان ما ينزلش عليه الابلكيشن. فده خلينا ننتبه لنقطه غريبه شويه. خلينا ننتبه ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا وبرمجنا، خلينا نقول برمجنا، وعمل لنا سيستم معين جوه جسمنا ماشي عليه. السيستم ده لما دورت في الحاجات الطبيه لقيت ان في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه دي باختصار هي ان جسمك متبرمج على نظام معين. النظام ده لازم تنام في وقت معين وتصحى في وقت معين. يعني بكل بساطه انت عندك فتره انتاجيه وفتره راحه، فتره انتاجيه وفتره تشحن فيها. طيب ايه برضو المرجع العلمي او الطبي ورا الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ العلماء اكتشفوا حاجه اسمها هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين ده هو عباره عن هرمون بيطلع في المخ اول ما الشمس تبدا تغيب، وبيبدا الشغل بتاعه اول ما انت تنام. طب الهرمون ده وظيفته ايه؟ الهرمون ده عامل زي المكنسه، بتخش جوه مخك يبدا ينظف كل حاجه، يبدا يظبط المخ، يظبط الجهاز الهضمي، يظبط النفسيه، يظبط كل حاجه جوه جسمك. طيب انا لو فضلت صاحي في الفتره بتاعت الليل اللي اتفقنا فيها ان الهرمون ده بيطلع فيها، ونمت اول ما الشمس تطلع او بعد الفجر، هنلاقي الميلاتونين ما عادش موجود. فبالتالي هتاخد فتره نومك 6 8 ساعات 12 ساعه، هتصحى تلاقي جسمك مكسر، مش مركز، مزاجك مش حلو. لو اشتغلت شويه تيجي كمان ساعه ساعتين عايز تنام. فالفكره هنا ان انت لازم تتبع البرمجه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها جسمك وبرمجه وسيستمه، وتعرف ان ميعاد النوم اهم 100 مره من المده اللي بتنام بيها. فانت حاول تلتزم وتظبط يوم والتاني. ممكن تقلش منك، ممكن تشتغل، بس حاول، لان في الاخر جسمك متعود على حاجه معينه. فلو عجبك المحتوى برضو متنساش تعمل فولو واستنى الفيديو اللي جاي.